برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير، معاكم رحمة أحمد في حلقة جديدة من برنامج من قلب التجربة على راديو برونتو اف ام. قصة النهاردة بتقول: كان في قرية صغيرة كان فيها فلاح بسيط اسمه عم حسن. عنده قطعة أرض صغيرة جدا بيزرع فيها قمح يدوب بيكفي بيته، لكنه كان دايما مبسوط وراضي. في نفس القرية كان في جاره عم صابر، عنده أرض واسعة جدا ومحاصيل كتير، ولكنه عينه كانت دايما على أرض عم حسن وشايف قد إيه موقعها مميز جدا. في يوم من الأيام جاله تاجر كبير عرض عليه يشتري أرضه بمبلغ ضخم جدا، وقال له: أرضك دي لو في إيدي هتجيب لي دهب، إزاي سايبها للزرع البسيط ده؟ عم حسن رد عليه وقال له: يمكن الأرض اللي عندك أكبر والمكسب عندك أعظم، بس أنا عندي فيها بركة وراحة بال، أنا بزرع فيها لقمة عيشي وباكل من خيرها، فأنا راضي ومش محتاج أكتر من كده. ومرت السنين، التاجر اشترى أرض كتير حوالين القرية، وحتى أرض عم صابر كمان اشتراها، لكن مع الطمع والضغط على الأرض المية قلت والمحاصيل باظت. أما عم حسن فضل يزرع بنفس الرضا والهدوء، والأرض رغم صغرها فضلت تطلع أجود محصول في البلد، وفي الآخر الكل رجع يشتري من قمحه عشان يعيش. الرضا معناه إنك تبص للي في إيدك وتقول: أنا مبسوط بده دلوقتي. في ناس معاها كتير فلوس، علاقات، نجاح، لكن مش حاسين بالراحة لأنهم دايما بيشوفوا اللي مش عندهم. وفي ناس تانية يمكن أبسط في كل حاجة، لكن عندهم راحة وهدوء يخلي اللي حواليهم يتمنوا يكونوا مكانهم. الرضا هو اللي بيخلي حياتك اليومية أبسط، إنك تلاقي بهجة في فنجان قهوة الصبح، في ضحكة من شخص بتحبه، في إنك حققت حاجة صغيرة كنت مأجلها. ولو بصيت لنفسك من بره هتكتشف إنك يمكن دلوقتي عايش في حياة كنت بتحلم بيها من 5 سنين، بس ناسي لأنك مشغول باللي ناقص. الرضا مش استسلام، الرضا ذكاء، لأنك لو فضلت مستني الكمال عشان تتبسط عمرك ما هتتبسط. من قلب التجربة هنكتشف إن اللي معاك ممكن يكون قليل في عينك، لكن بركة الرضا بتحوله لغنى حقيقي. ساعات عيوننا بتسرح بعيد وتنسى إن السعادة في اللي بين إيدينا مش في اللي عند غيرنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو حد حابب يشارك بتجربته معانا يبعت لنا على رسائل الصفحة أو على الأكاونت الشخصي الخاص بيا. هستنى آرائكم وتعليقاتكم. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج من قلب التجربة على راديو برونتو اف ام. كانت معاكم رحمة أحمد.